أهداف الجزائر في دعم البوليساريو. أهداف الجزائر في دعم البوليساريو: أولا لكي لا يتفرغ المغرب لمناقشة الحدود المغربية الجزائرية. شرقية للشرق. شرقية بالنسبة للمغرب والغربية بالنسبة للجزائر. خليني أسجلها لأن تهمني هذه الإجابة يعني بالدرجة الأولى، حتى لا يتفرغ المغرب للصحراء الشرقية. تماما، لنقاش الحدود المغربية التي ما زالت حتى الآن بين قوسين من عهد الاستعمار الفرنسي. جميل، واحد. هذا اثنين. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة لكي تكون هناك قوة مزعجة للنظام المغربي إذا تجاوز حدوده في التعامل مع الجزائر. النقطة الثالثة لكي نجعل من هؤلاء الصحراويين الذي ضربنا المغرب بهم في 1962 أثناء حرب الرمال، نجعلهم قوة تضرب المغرب بعد ذلك. وهذه يجب أن نسجلها، لأن حرب الرمال هي العقدة اللي ما زالت حتى الآن لدى الجنرالات الجزائريين لمعاداة المغرب وليستخدموا الصحراويين ضد المغرب. وأخيرا لكي تكون البوليساريو والصحراويين جنوب تندوف حجرا في حذاء المملكة المغربية لكي لا تستطيع أن تمشي باستقامة. الجمهورية الصحراء الديمقراطية، هذا اسمها طويل، أنا ما أحفظه للأمانة، إنه معمر القذافي كذا يحط أسماء طويلة. ما موقفك منها يا أخي؟ هل تطمع أنت أن يكون هناك دولة؟ هل تنكر هذا المسمى أو هذا المصطلح جمهورية الصحراء الغربية؟ لا، كحلم لا أنكره، ولكن كواقع مستحيل إيجاد دولة ما بين المغرب وموريتانيا، وهذا تعرفه الأمم المتحدة وتعرفه الدول الكبرى. ونقطة أخرى أهمية مهمة هو أنه أي شيء في الصحراء يا دولة يا حكم بلاد يا إما تابع للمغرب وتابع للجزائر. هذه الحقيقة المنطقية اللي استفدنا منها خلال 45 عام من هذا النظام. هذه الحقيقة رغم مرة. أنت ذكرت أسباب عداء أو دعم الجزائر للبوليساريو، ولكنك نسيت سببا رئيسيا، ما أدري هل أنت تؤيدني. هكذا يطرحه المحللون أن الجزائر تريد عن طريق الصحراء أن توجد لها منفذ إلى المحيط الأطلسي، ما عندها المحيط الأطلسي. هل هذا أيضا مطمع جزائري توسعي؟ هذا ما قلت لك 4 مرات. الجزائر تريد نصيبها من الغنيمة. هذه الكلمة ضربتها لك 4 مرات، ونصيبها من الغنيمة واضحة. ولكن المغرب لا يريد أن يعطي شيء من الصحراء لأنه يعتبر الصحراء مغربية.